يديك الصحة يا ابو اي. ده إيه الرد الرهيب ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ولايف جديد، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. كل ده هو زي الدنيا. اهو الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا فلسطين وسوريا والسودان ولبنان واليمن. ربنا يا رب ينصرهم نصر عزيز ومقتدر ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. احنا دلوقتي في موسم تخزين البصل، بس شايفين بسم الله ما شاء الله البصل عامل ازاي. اللهم بارك اللهم بارك ويزيد صحاب الارض خير، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين المساحه قد ايه؟ انا بتهيألي المساحه دي ايه، فدانين 3 دي ولا ايه، الله اعلم. بس في اليوم ده كان الجو هوا جدا جدا جدا، هوا شديد، يعني بتبقى ماشيه كده وحاسه ان الهوا بيطيرك. وهنا بقى بابا ربنا يا رب يبارك في عمره ويديه الصحه وطولة العمر. احنا بناخد معانا شكاير، والحمد لله لقينا البصل متقلع. يعني احنا كل سنه بنروح واحنا اللي بنقلع البصل، لا السنه دي لقيناه متقلع. ده محمود ابن اخويا ربنا يبارك فيه، لما عرف ان احنا رايحين نجيب البصل قال لا هاجي معاكم، يعني هاجي معاكم. كنت رايحه انا وهو وبابا، وعشان قليل البخت بيلاقي العظم في الكرشه. الحمد لله. هنا جبنا تروسيكل، التروسيكل ده بتاع ابن خالي ربنا يرزقه، بس جه يمشي بعد ما حملنا البصل لقينا فيه ايه، مش هيعرف يعدي البتون. فمسكنا منقره كده وقعدنا ايه نخلله السكه يعني على ما عدى. للبصل ده بقى، ده التقاوي بتاعه البصل. يعني هم اي حد صاحب ارض بيبقى يزرع مثلا على حسب المساحه عنده، يزرع قيراط 2 3 ويعملهم تقاوي علشان خاطر يبقى واثق ان ان الزرعه اللي هيزرعها السنه الجايه البصله هتكون نفس النتيجه. هو يعني زرع البصله ولقاها حلوه فبيتقي منها. عشان تعرفوا الفلاحين دول ربنا يكتر عليهم الخير ويرزقهم ويراضيهم، اللهم امين يا رب العالمين. ده بقى ذره لسه مزروع. شايفين البصله عامله ازاي؟ البصله محيره، ولا كبيره ولا صغيره. ده ايه ده، انا بقول شعر ده ولا ايه؟ المهم ما علينا يا ولاد. البصله جميله دوت. انتوا هتقولوا جايبين عربيتين بصل. لا مش عربيتين والله، بس واحد جارنا عدى علينا واحنا بنقلع ادينا له شكارتين عشان احنا ما عندناش عربيه، وانتوا عارفين. دي كميه البصل اللي احنا جبناها، بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يجعلها تقضينا السنه، اللهم امين يا رب العالمين، يطرح فيها البركه. هتقولوا له كتير، لا مش كتير يا ولاد، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بجيب انا واخواتي بسم الله ما شاء الله، احنا 4 بنات ومرات اخويا والامي اللهم صل على النبي، والاخت مرات اخويا علشان هي بنت خالتنا برضه. هنا بقى نزلنا البصل هناك، وماما الله يديها الصحه عملت لنا، جابت لنا كوبايه ميه ساقعه لان احنا كنا جايين يعني خلصانين، وكوبايه شاي وروقت علينا وقالوا له اقعدوا اتغدوا. وانا قلت لهم بقى ايه، لا انا هروح عشان عيالي وعشان البهايم. فخدت التروسيكل كده، وابن خالي الله يديله الصحه جه وداني، وخدت البصل بتاعي. احنا بنشتري البصل يا جماعه الخير بالقصبه، مش بنشتري بالكيلو كده من السوق، عشان احنا في قلب، احنا زي ما بيقولوا ايه، احنا في مسرح. انا كنت اقول في مسرح الجريمه. احنا في قلب الزرع، يعني احنا بسم الله ما شاء الله الفلاحين بنبقى عارفين مين اللي زارع ومين اللي عنده بصل ومين اللي البصل بتاعه مزروع فيه خضار، يعني مزروع في وسط بتنجانه، في وسط ذره، في وسط مش عارف ايه، خياره، في وسط قته. مين اللي زارع بصل على بعضه وتبقى البصله ناشفه زي ما انتم شايفين كده، والبصله تحس ان هي يعني دهب قدامك كده. انا عامه بنحب البصل الابيض، احنا ما بنجيبش البصل الاحمر ده خالص نطبخ بيه. ممكن لو جيب يعني واحنا بنقلع كده كان في بعضش بصله حمرا، فقلنا ماشي يلا نعديها علشان ايه، نعمل بها سلطه، نقطعها كده في ريح اكل ولا حاجه، بتبقى مسكره. لكن في الطبيخ ما بتبقاش حلوه صدقوني، ودي معلومه يعني خدوها مني ثقه، لان انا بشوف ناس كتير بتفضل البصل الاحمر عن الابيض. بصي فرق شاسع، البصل الابيض ده يعني له احترامه وله هيبته، واحنا كفلاحين بنحب نطبخ بيه، الله المستعان. هنا بقى فالمهم يعني عشان ما انساش واقول لكم المعلومه دي، البصله اللي انت بتبقى عارفه ان هي ناشفه ومزروعه على بعضها كده، وتنقي بسم الله ما شاء الله فلاح شاطر كده زي اللي احنا جبنا من عند الله يديله الصحه عم حموده. هو كان زميل والدتي في المدرسه،
وهو يعني من قرية فرحنا كده يعني، احنا عارفين بعض يعني. الله يبارك له، الله يبارك له. الأرض بتاعته ما فيش فيه يعني يعني فلاح شاطر، مش هقول أكتر من كده. الله يديله الصحة ويبارك له ويزيده من نعيم الله، اللهم آمين يا رب العالمين. ويبارك له في أولاده ويهديهم له يا رب. لما بتبقى البصلة مزروعة على بعضها بتبقى ناشفة وحلوة، تتخزن معاكي طول السنة، ما تخافيش عليها ولا تزرع ولا قلبها يبوع ولا أي حاجة، تاخديها وانت مغمضة. إنما البصلة اللي مزروع فيها خضار دي بتبقى بسم الله ما شاء الله شربانة كتير، شربانة مية كتير، فما بتستحملش انك انت تخزنيها طول السنة. فما بتجيبي من السوق بقى، انت مش عارفة هي البصل اللي في السوق دي يعني هي مزروع فيها خضار ولا ناشفة على بعضها، الله أعلم. لكن احنا بقى بنروح نجيب من قلب الارض، كل سنه بنروح نقلع ونعبي ونجيب. السنه دي بقى الله يجازيه خير رحنا لقيناه مقلعها، فاحنا يعني هو اسلنا المساحه اللي احنا عايزينها وجبناها وجينا. المساحه دي يعني بتشتروه ازاي؟ امانه تجيبي لك قيراط بصل كتير؟ لا مش قيراط، احنا ممكن احنا بنشتري بالقصبه. انا استهلاكي قصبتين مثلا، انا السنه اللي فاتت جربت وقلت انا هاخد ايه، قصبتين او 3 قصبات، لقيتهم كتير عليا، ممكن ابيع منهم في السوق مفيش اي مشكله. وبسم الله ما شاء الله البصل يعني ما بيخسرش يعني. انما لو قضوني يبقى اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ما اتحوجتش وما اشتريتش من السوق ولا اي حاجه. فالمهم عشان ما اخدكوش في دوكا وتقولوا انت بترغي كتير يا اماني، خدت البصل بقى وروحت، بصله جميله ما شاء الله، الله يبارك ويزيده يا رب. وقعدت بقى انا لوحدي، وحتى عملت معاكم لايف وانا قاعده بشرش البصل ده. البصلايه حلوه قوي ما شاء الله. وبنقعد بقى ايه، بنعمله شراش. عارفين يعني ايه شراش؟ بنجيب مثلا ايه، حته قماشه كده نكون مش بنستعملها ونقطعها زي سيور 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 كده. عندك حبال ماشي، خيط بلاستيك ماشي، اي حاجه، المهم انك انت بتاخدي كده يعني قيمه 10 15 بصله كده وتعمليهم شرش زي ما انا بعمل، زي ما انتم شايفيني بعمل قدامكم كده، وتربطيه لحد ما تخلصي الكميه اللي قدامك. انا الكميه دي بتاعتي انا قعدت يومين اعمل فيها، لان انا بعمل لوحدي ومش بعمل مثلا طول اليوم، لا، انا الوقت اللي انا فاضيه فيه بقوم كبالي مثلا شكاره. انا كنت جايبه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله 5 شكاير، دولي 3 قصبات. بس بسم الله ما شاء الله السنه دي يعني البصل اللي احنا جايبين منه بسم الله ما شاء الله رامي معايا وزن اكتر من اللي انا كنت جايباه السنه اللي فاتت. يعني بسم الله ما شاء الله عنده ضمير وبيراعي ربنا في حاجته. ويعني بما ان احنا بنشتري بالقصبه كده زي ما بقول لكم، بيبقى زارع القصب الارض بتاعته بما يرضي الله، مش عامل لي مثلا على البيت بصله هنا وبصله هناك، لا، بيبقى زارعها بما يرضي الله، علشان الحاجه بتبقى غاليه والناس بتبقى يعني ايه تعبانه وشقيانه بالفلوس. فيعني مش هيبقى هو والزمن عليهم، وده بيفرق بين الناس. يعني في ناس تقول لك ما ازرع اي حاجه وخلاص، وفي ناس بتتقي ربنا في عملها، فعشان كده ربنا بيرضيها وبيكرمها وبيزيدها من نعيم الله. وكمان فيه الخير، الله يبارك له، الله يبارك له ويزيده، اللهم امين يا رب العالمين. فالمهم انا قعدت كده زي ما انتم شايفين، شايفين بقى، واخدين بالكم من الاقفاص اللي ورايا دي؟ الاقفاص اللي ورايا دي هي فكره جات لي في دماغي كده. انتوا عارفين ان انا كنت بربي حمام، فلما الحمام اتباع فقلت بقى ايه، اعمل الفكره دي، الاقفاص بتاعي اللي كان فيها الحمام استغلها، بدل ما ارميها واكسرها وتبوظ مني او تبقى مكركبه لي الدنيا، او البيت بتاع اللي هو البيت الفلاحي يبقى متكركب ومش حلو ومش نظيف. فانا خدتها ورصيتها كده ما بين يعني العمودين اللي انتوا شايفينهم دول، ده عمود وهناك اهوت عمود، ورحت رصاهم كده زي ما انتوا شايفين، وحاطه فوقهم، لو ملاحظين وتاخدوا بالكم تحت حصيره الجبنه، خدوا بالكم كده هتلاقوا ايه، في عرق خشب كده اهوت فوقهم ساندهم، يعني يعتبر ايه حمل عليهم علشان ما يقعوش كل شويه. طره تطلع فوقهم كده، فرخه بطه تطلع فوقهم تقوم مهدلهم ليها كل شويه ويقعوا. فحطاه كتقل عليهم علشان خاطر ايه، آه ما يوقعهمش. تمام، واخدين بالكم معايا مركزين لحد كده؟ اي ست بيت شاطره بتعرف هي عايزه ايه وبتعمل ايه وتشغل دماغها كده وتفكر وتدبر وتوفر. انا لو قلت لكم ان انا البصل اللي انا بجيبه ده يعني بيوفر معايا، انت دلوقتي حاجتك عندك طول السنه، مش ما انتش حامله هم بقى ايه انك انت البصل يغلى، البصل موجود لا مش موجود. لان السنه اللي قبل اللي فاتت دي كان البصل وصل بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله 30 و40 جنيه، ما اعرفش على، كان اغلى من التفاح. الله المستعان. فتبقي عندك حاجتك مرتاحه، يعني مش حامله هم. واخدين بالكم معايا؟
واخدين بالكم معايا؟ وانا ربنا كرمني وموسع عليا، فعشان كده يعني بجيبه ومش بسأل او مش بيهمني، الحمد لله. ربنا يزيدني ويبارك لي، اللهم امين يا رب العالمين، ويوسع على الناس كلها، اللهم امين يا رب. فالمهم الفصل اللي انتوا شايفينها، المربعات اللي انا عاملاها، انا بقول عليها المكتبه، انا بقول عليها المكتبه. فرصيت فيها بقى الشراش البصل ديت، رصيتها فيها، حطيت في كل قفص 3 شراش وكده ايه. يعني انا جربت الموضوع ده السنه اللي فاتت وكان جميل قوي وكان حلو، والبصل ما باصش مني ولا زرع ولا اي حاجه، حاجه لا تذكر خالص خالص. اللي زرعت مني، كنت معلقه الشرشين دول اللي هم في ريح حوض الميه، يعني مثلا ممكن يكون راحت عليهم نقطه ميه كده، الجاموسه وهي بتشرب بتبقى بتنفخ كده ايه، ودت عليهم شويه ميه. المهم يعني ان هي حاجه لا تذكر، ولقيت الطريقه كويسه وعجبتني السنه اللي فاتت، فكررتها تاني السنه دي. وانا بقى بشرش البصل، فببقى بنقض البصله الصغيره اللي خالص ديت، ما بحطهاش زي ما انتم شايفين كده، اي كرتونه فاضيه، اي قفص فاضي. وقعدت كده بقى مع نفسي، اللي انا كنت نقضاهم شلت منهم، قطعت منهم العرش بتاعهم، علشان لو حطيتهم فوق بعضهم بالعرش، العرش لسه يعني ايه، في سنه خضار سيكه، بس هي البصله ناشفه وجميله. ف وحطيتهم في الكرتون لحين اشعار اخر، اللي هو ايه بقى، ان انا بعد ما احنا كده خلصنا من موال البصل اهو، هندخل بقى على اللهم صل على النبي، على غربلة الغلة. احنا واخدينها مراحل كده. بعد غربلة الغلة ان شاء الله يجي موضوع السجاد، غسيل السجاد. الواحد وهو قاعد كده بيقسم وقته وبيقسم اشغاله على الايام. ربنا يا رب يدينا الصحة وطولة العمر ويسترها علينا دنيا واخرة. فما تقعديش كده وتسيبي بقى نفسك كده يلا ماشية كده، ما انتيش عارفة ليكي هاي من ده. لا، رتبي نفسك، افكارك. شوفي انت عندك الشغل ايه، قسميه على الايام بحيث ما تتعبيش، تلاقي شغل عندك في يوم مليان شغل ويوم ما فيهوش شغل. لا، انت كده ايه، ظبطي امورك. ودي معلومه مني وقسما بالله، يعني ايه، انا ماشيه بيها طول عمري. المهم ان شاء الله باذن الله، استنوا ان احنا هنعمل مخلل البصل بالبصله الصغنطوطه، البصله صغنطوطه جميله جميله، وقسما بالله حلوه قوي، يعني تتاكل ني. فاحنا بقى بحطهم كده، مثلا اي حبينا نجيب بصلتين في ريح الاكل، حته جبنه حادقه كده ولا حاجه، نجيب بصلتين نخرشهم معاها واحنا بناكل. نعمل برطمان مخلل مش عارف ايه، المهم يبقى ايه، ما نحطهاش في البصل، عشان تبقى ايه، الشرش معروف ان هو البصله بتاعته تبقى كبيره كده وحلوه معاك، اللي هي دي فرزته يعني. وخلصنا، اللهم لك الحمد والشكر، وحبيتهم وخلصت موضوع البصل ده على خير. وقلت بقى ايه، انزل الفيديو معاكم. عارفين الفيديو ده متصور بقاله اسبوع او 10 ايام قسما بالله، بس انا عندي يا ولاد كسل رهيب، عندي طاقه سلبيه رهيبه، مش عارفه اخلص منها، والله ما عارفه اخلص منها. عندي فيديوهات كتير، اجي امنتجها بحس ان انا عندي سدة نفسي كده، مانيش عايزه لا اتكلم على الفيديو ولا كده، مش قابله انا اتحسدت ولا ايه يا ولاد؟ قولوا لي، انا اتحسدت؟ انا محتاجه ان انتوا ترقوني، عايزه رقوه شرعيه كده ليا بحيث افوق من اللي انا فيه. بحس ان انا تعبي على القناه بيروح مني، بيضيع، بحس ان انا قناتي بتضيع مني، بس الله المستعان، ادعولي ربنا يعيني ويقويني ويكتب لي الخير و... وارجع تاني بنشاط وحيويه تنزيل الفيديوهات بتاع من شهرين فاتوا، لان انا من ساعه رمضان وانا كده، يعني من اول ما دخلنا في شهر رمضان وانا عندي حاله الخمول الرهيبه دي. الله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا. اهو شوفوا، هم دول شويه البصل اللي طلعوا ايه، نقضه بصلايه مثلا عنقها مقطوع، مش هعرف اربطها في البتاع كده. المهم بعد ما بخلص بقى، شايفين المنظر عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، يعني زباله ما بعدها زباله. تحسي كده ان احنا قاعدين في شادر بصل ما تعرفيش. المهم جبت المكنسه المقشه بتاعتي كده، وقعدت قلت بقى ايه، ما انا مش هبيت البيت كده، احنا كنا في الوقت ده قبل المغرب. فقلت بقى الم كل ده، المه في شكاره زي ما انتوا شايفين كده، وانضف المكان، بحيث ايه اما اجي افتح الصبح كده إيه ما يجيليش قرفه، ما يجيليش ان انا نفسي تنسد. احب ادخل المكان كده يكون نظيف، يعني يشجعني ان انا اشتغل واشوف شغلي واشوف حالي. او جبت شكاره كده وقعدت الم فيها. عندك بقى اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، بتخبزي تولعي بالشويه دول مش عارف ايه، ورشنا ميه كمان، ده احنا شطار قوي، وقسما بالله احنا شطار قوي، اللهم صل على النبي. ربنا يدينا الستر والصحه، اللهم امين يا رب العالمين. وخليت المكان زي الفل.
هنا بقى بصوا الدنيا ضلمت، فمعلش بقى التصوير هنا ما كانش حلو قوي، بس انا هصوره لكم صوره واحطها على المنتدى. شكله تحفه. هنا بقى عوض ربنا بقى لما ربنا يحب يرضيكي ويكرمك كده ويزيدك من نعيمه، اللهم امين يا رب العالمين، وسع عليا وعليكم اللهم امين. انتوا عارفين طبعا التلفزيون اللي حلت اللي هو كان اللي انا كنت حاطاه في المكتبه ديكور كده وما كانش شغال بقالي كام سنه على كده. فانا قلت بقى ايه، ربنا كرمني. لا انا ربنا على فكره الفيديو ده متصور عارفين من امتى؟ من قبل رمضان بيوم. الشاشه ديت انا جبتها قبل رمضان بيوم. ادعوا لي بس كده ربنا يوسع عليك وقولي ربنا يرزقك برزق ولادك يا امين، اللهم امين يا رب العالمين. انا يا اخواتي عامله القناه دي عشان ربنا يوسع عليا ويرزقني برزق ولادي، بحيث ان انا ما الاقي نفسهم في اي حاجه اجيبها لهم. طبعا كام رمضان عدى ومفيش تلفزيون ومفيش حاجه، فبرضه هتقولوا لي هو التلفزيون مش اهم حاجه ولا حاجه، بس ولادك يعني بيبقوا له فرحه كده، عايزين مثلا يتفرجوا على مسلسلات رمضان، برامج رمضان، مش عارف ايه، تعملي ذكريات معاهم. احنا ذكرياتنا كانت مع بكار، هم ذكرياتهم مع رامز جلال كده يعني. فحبيت ان انا افرحهم والله، حتى لو ما كانش يعني. بصوا انا المفروض كنت اجيب تلاجة مثلا او اجيب بوتاجاز او اجيب اي حاجه، انا الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله وجبت البوتاجاز برضه، بس قلت دي بقى بالنسبه لولادي انا اهم من اي حاجه ان انا اجيبها ليا. المهم جبتها، وهنا بقى بصوا دول بقى شويه شويه البصل اللي بصل كانوا كان فاضوا فايضين، بقى غير وانا مليت اللهم صل على القفاص النبي، اللي انا عاملاها غير زي اللي ما انا شفتوا حطيتهم في زي ما القفاص شفتوا فضل كده، شويه، وبقى فبقى كملنا بقى على ايه الباقي قال لي بقى ايه، هعلقهم لك على البتاع وربطوا وكانت كده كل اتنين في عملها لهم حبل، فجأة. وراح ايديا تابعوا لهم بقى خشب في الفيديو الحيطه زي بصوت ما انتم وما شايفين تنسوش كده، اللايك وبنعلقه. والاشتراك في القناه ما شاء وتفعلوا الله ولا الجرس حول ولا عشان قوه يوصلكم الا كل بالله، جديد. بيفضل طول بحبكم في السنه الله زي ما واشوفكم هو، الفيديو الجاي على ما خير، بيجرالوش سيبكم في اي رعايه حاجه. الله. ربنا يديك الصحه يا ابو ايه. ده ايه الرد الرهيب ده؟ مم. طب ما تربطهم هما الاتنين وعلقوا ان شاء الله، تطول حبلهم شويه وحطهم على اي خشبه يبقى 4 شراش عادي يعني، بس تكون خشبه متينه عشان ما تتقليش. شايفين الحاجات اللي هناك دي مش كراكيب، دي وايد هنعمل بيها نخبز بيه، بس محتاجه حد يوديني يوديهولي عند الفرن. عارفين الفتل دي جايبينها منين؟ الفتل اللي هو بيربط بها دي اللي كانت الغله متربطه بيها، عشان تعرفوا ان الفلاحين دول موفرين لاقصى درجه، واي حاجه عندهم بيستخدموها. حط على اللي فوق ده اهي، اللي هناك ده اهي. والله شكلهم حلو، والله منظرهم جميل. الخير بقى يفضل عندنا طول السنة، ما نتحوجش بقى، ولا البصل غلي ولا البصل رخص ولا زاد ولا قل ولا الكلام ده كله يفرق معايا. انت اللي دخلت هنا يا ابن الوسخ.